اتيكيت التورته في الحفلات بتتقدم يا اما معاها شوكه بلاستيك او شوكه وسكينه بلاستيك، او ما بيتقدمش حاجه وبنضطر نستخدم الصباعين دول وناكل. لازم يبقى معانا نابكن، لو كنا بايدينا هنمسح ايدينا في النابكن وده بيستخدم مره وبيترمي. لو كنا بشوكه او شوكه وسكينه بقنا في الغالب هيبقى مطرحه فيه كريمه او شوكولاته، هنضطر نمسح بقنا بالنابكن وبرده هيترمي. فالنابكن ده مهم وده اصلا للحفلات. برده الطبق ده للحفلات. هناكل ازاي لو هي اتقدمت بشوكه؟ تعالوا نشوف. في الغالب الناس بتروح واكله كده، بتضغط كده وبتاكل، وده غلط. الصح ان احنا هنستخدمها كانها سكينه. ازاي؟ تعالوا بصوا كده، بنضغط كده تمام، وبعدين بنعمل كده وبناكل. ده اتيكيت التورته في الحفلات. طيب لو في عزومه رسميه واتقدمت تورته هناكلها ازاي؟ تعالوا نشوف. في العزومات الرسمية بيتقدم مع التورتة الشوكة بتاعة الحلويات ومعلقة الحلويات. بنخلي المعلقة في ايدينا اليمين والشوكة في ايدينا الشمال. هنقطع كده بالشوكة ونحط في المعلقة وناكل. لكن ما ينفعش في عزومة رسمية نمسك بإيدينا وناكل، ده مرفوض تماما. ولا ينفع. كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. بتفكها ليه بس الشكل النهائي عشان التصوير بس عشان التصوير. الجيلي مش سخن. طيب بقى. الجيلي ده انت بتعملي ايه؟ انت بتعملي ما اكلتيش تورته قبل كده؟ وهو ده اتيكيت التورته.